من استوديو كي. النهاردة هنفتح ملف يمكن من أكتر المواضيع اللي شاغلة بالي الناس في مصر دلوقتي. موضوع ضريبة الموبايلات، أو زي ما بقى بيتقال عليها رسوم تفعيل الموبايلات اللي جاية من بره. بالظبط. هو الموضوع نفسه مش جديد، لكن اللي حصل إنه من يوم 21 يناير 2026 القواعد اتغيرت بشكل رسمي. أيوة، الفترة الانتقالية اللي استمرت سنة كاملة خلاص انتهت. تمام. فإيه الحكاية بالظبط؟ وإيه اللي اتغير؟ وليه القرار ده اتعمل أساساً؟ خلينا نمسك الموضوع ده ونفصصه حتة حتة. يلا بينا. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. لما بنقول ضريبة الموبايلات، إحنا بنتكلم عن إيه تحديداً؟ بص، هي مش ضريبة واحدة، هي مجموعة رسوم كده على بعض. يعني مش بس جمارك؟ لا لا، هي بتتكون من جمارك وفوقيها ضريبة قيمة مضافة وكمان رسم تنمية صناعة. هم. مجموعهم على بعض بيوصل لحوالي 38.5% من قيمة الموبايل. 38.5%؟ ده رقم كبير جداً. طبعا، وكل ده بيتم من خلال ابلكيشن اسمه تليفوني، صح كده؟ إيه وتدفع الرسوم دي؟ يبقى إيه بقى التحديث الكبير اللي حصل في 2026 وخلى الناس كلها ترجع تتكلم في الموضوع؟ التحديث هو إن الفترة الانتقالية اللي مدتها سنة خلصت. اللي هي كانت إيه بالظبط؟ في السنة دي كان مسموح للمصريين المقيمين يدخلوا بموبايل واحد للاستخدام الشخصي من غير ما يدفعوا أي حاجة من الرسوم دي. الإعفاء ده خلاص انتهى. فهمت. يعني من الآخر أي حد دلوقتي هيجيب موبايل من بره لازم يدفع. بالظبط. طب سؤال، لو ما دفعش إيه اللي بيحصل؟ من أول لحظة تحط فيها شريحة مصرية في الموبايل وتشغله، عندك مهلة 90 يوم تدفع فيهم الرسوم دي. 90 يوم؟ أيوة. لو المهلة دي خلصت وما دفعتش، الموبايل بيتقفل، مش هيشتغل على أي شبكة مصرية. بيتقفل تماماً؟ تماماً، لا فودافون ولا أورنج ولا أي حاجة. وهنا في نقطة مهمة برضو، بعض المصادر النقدية للقرار قالت إن الناس ما كانتش فاهمة إن الإعفاء ده كان استثنائي أو مؤقت. دي حقيقة. ناس كتير كانت فاكرة إن ده حقهم إنهم يجيبوا موبايل في كل فترة، وعشان كده حسوا إن القرار نزل فجأة ومن غير أي تمهيد. طيب، ده يودينا للسؤال الأهم، الحكومة بتعمل كده ليه أصلاً؟ إيه المبررات الرسمية؟ رسمياً في 3 أسباب أساسية بتتكرر في كل التصريحات. تمام. أولاً، دعم التصنيع المحلي. الحكومة بتقول إن بقى في أكتر من 15 شركة عالمية زي سامسونج وأوبو وفيفو بيجمعوا موبايلاتهم في مصر دلوقتي. 15 شركة؟ ده عدد كبير. والإنتاج السنوي بتاعهم وصل لأكتر من 20 مليون جهاز، وده على كلامهم بيغطي كل احتياجات السوق المحلي. يعني المنطق هو طالما بنصنع كفايتنا يبقى نحمي صناعتنا. هو ده بالظبط، ده السبب الأول. وإيه السبب التاني؟ السبب التاني هو محاربة التهريب والسوق الرمادي. ودي كانت مشكلة كبيرة طبعا. كبيرة جداً. التقديرات الرسمية كانت بتقول إن قبل النظام ده حوالي 95% من الموبايلات كانت بتدخل البلد تهريب. 95%؟ يعني السوق كله تقريبا. بالظبط. فالنظام الجديد بيضمن إن كل جهاز شغال على الشبكة يكون دافع الرسوم بتاعته. وده بيقفل الباب على تجارة الشنطة بقى والقصص دي. تماماً. السبب الثالث والأخير هو حماية المستهلك. إزاي؟ عن طريق تسجيل كل جهاز في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو ال NTRA. الحكومة بتقول إنها بكده بتحمي المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المسروقة اللي مش مطابقة للمواصفات. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق جدا. لأن الناس منقسمة تماماً. خلينا نعرض وجهات النظر ونبدأ بالجانب المؤيد للقرار. المؤيدين ومنهم رجال أعمال وممثلين عن الغرفة التجارية بيركزوا على كام نقطة محددة. زي إيه؟ أول حاجة خلق فرص عمل. بيقولوا إن السياسة دي خلقت حوالي 10,000 فرصة عمل في مصانع التجميع المحلية. وده رقم مش قليل أكيد. طبعا. النقطة التانية هي المنافسة العادلة. القرار ده بيحقق منافسة عادلة للتجار الرسميين اللي بيدفعوا ضرائب ومش بيقدروا ينافسوا تجارة الشنطة اللي بتدخل أجهزة من غير أي رسوم. منطقي. يعني الكل بيلعب بنفس القواعد. بالظبط. وآخر حاجة هي تقليل الضغط على الدولار. بتشجيع التجميع المحلي بيقل الاعتماد على استيراد أجهزة كاملة بالعملة الصعبة. ده الجانب المؤيد. لكن على الناحية التانية صوت المعارضة كان عالي جداً. إيه أهم انتقاداتهم؟ الانتقادات جاية من كل حتة تقريبا، بس يمكن النقطة الأوضح والأولى هي غلاء الأسعار. دي أكتر حاجة الناس حست بيها طبعاً. أكيد. القرار ده خلى الموبايلات وخصوصا الفئات العليا زي الآيفون سعرها يبقى أغلى بكتير.
الإعلامي عمرو أديب في برنامجه قال جملة لافتة قوي. فاكرها. قال إن الرسوم اللي بتدفع للدولة على موبايل ممكن تبقى أكتر من المكسب اللي شركة أبل نفسها بتاخده. ودي مقارنة صادمة لما تفكر فيها، بتوضح حجم العبء. جدا. وده ياخدنا لنقطة الغضب التانية الكبيرة، المصريين في الخارج. دي يمكن أكتر فئة حست إن القرار ده بيعاقبها. بالظبط، حسوا إن الدولة بتعاملهم كأنهم سياح. حجتهم بسيطة، أنا عايش وبشتغل بره، بشتري موبايل بفلوسي اللي دفعت عليها ضرايب في البلد اللي أنا فيها، ليه أرجع بلدي أدفع ضريبة ضخمة تاني؟ خصوصاً لو جايبينه هدية لأهليهم. أيوة، الإحساس بالظلم كان قوي جدا. وفي كمان نقطة شك كبيرة عند الناس ليها علاقة بجودة وتكلفة المحلي. اللي هي إيه؟ المنتقدين بيسألوا، لو التجميع المحلي كويس، ليه الموبايلات المتجمعة في مصر أحياناً بتبقى أغلى من نفس الموديل بره؟ ده غير المخاوف من إن الجودة ممكن تكون أقل. وده بيصب في سؤال مهم جداً طرحته عضوة في مجلس النواب. اللي هو قالت القرار بيحمي مين بالظبط؟ بالنسبة لماركة زي أبل اللي مش بتتجمع في مصر، فالقرار مش بيحمي أي مصنع محلي. هو بس بيحمي الوكيل الرسمي. بالظبط، بيحمي الوكيل الرسمي وأسعاره العالية اللي بيتقال إنه بيضيف هامش ربح 50 أو 60%. وفي مصادر نقدية تانية أشارت لوجود رجل أعمال معين ليه صلات عائلية بالرئاسة بيعتبر من أكبر المستفيدين من خلال توكيلات حصرية وعقود تجميع محلية. طيب عشان نمنع أي لخبطة، مهم نوضح القواعد الخاصة بالزوار. لو حد جاي سياحة، إيه وضعه؟ السائح يقدر يستخدم موبايله عادي جدا على خدمة التجوال اللي هي الرومينج. بشريحته الأجنبية يعني. أيوة، أو ممكن يشتري شريحة سياحية. لكن لو حط شريحة مصرية عادية بياخد مهلة ال90 يوم دي. وبما إن معظم السياح زيارتهم أقصر من كده فمش بيواجهوا مشكلة. تمام. طب والمصريين اللي عايشين وبيشتغلوا بره؟ دول بقى ليهم إعفاء مؤقت لمدة 90 يوم لموبايلهم الشخصي في كل زيارة. إعفاء مؤقت يعني إيه؟ يعني مش بيدفع أي حاجة، بس محتاج يقدم إثبات إقامة في الخارج. والإعفاء ده بيتجدد مع كل مرة بيدخل فيها البلد. يعني الإعفاء ده لموبايله هو اللي بيستخدمه. بالظبط. المشكلة بتظهر لو جاب معاه موبايل تاني جديد كهدية لحد مقيم في مصر. الموبايل الهدية ده هو اللي لازم تدفع رسومه. إذن النظام اتغير، الهدف المعلن هو دعم الصناعة وتنظيم السوق. لكن رد الفعل قوي جدا وبيركز على التكلفة وعلى الإحساس بالظلم اللي حاسس بيه المصريين في الخارج. ده غير التساؤلات عن مين المستفيد الحقيقي فعلاً. والنقاش ده لسه مخلصش. زي ما قلنا، في أعضاء في مجلس النواب استدعوا مسؤولين من الحكومة عشان يناقشوا القرار ده. وعشان كده يهمنا نسمع آراء الناس اللي بتسمعنا. إيه رأيكم في القرار ده؟ هل معاه ولا ضده؟ وهل شايفين إنه بيحمي السوق ولا مجرد بيصعب شر الموبايلات؟ ولو حد فيكم استخدم أبليكيشن تليفوني، إيه كانت تجربته؟ شاركونا تجاربكم وأسئلتكم في التعليقات. الهدف من نقاشنا مش إننا نثير القلق، لكن إننا نفهم النظام الجديد وتأثيره علينا كلنا.